كيبدا الفيلم بواحد اسمه آدم خرج من المزرعة ديالو وكيتلاقى مع وحدة اسمها باركر. هنا غادي نعرفو بلي هي مولات الأرض اللي كاري من عندها آدم، وكتبان فرحانة حيتاش كيتهلا في الأرض ورجعها صالحة للزراعة. قالت ليه كنعتبرك فحال ولدي وردات عليه اللاشة، قال ليها حتى أنا كنعتبرك فحال الوالدة، ووافق بلي غادي يجي يتعشى معاها. وهنا غادي يبدا التنشيط. أرى بالرع دابا باركر رجعت للدار وفتحت البيسي وتصدمت بواحد الرسالة وهي تمنتظر باش تأكد. هنا غادي يبان بلي وقع ليها شي مشكل وخاصها تصوني على شركة ديال الحماية، وهي تتصل بشركة محاربة الفيروسات اللي مشاركة معاهم، وجاوبها واحد خونا اسمه جراند. وبدات باركر كتشرح لجراند داكشي اللي شافتو في البيسي وهي مصدومة كيفاش تصاب البيسي ديالها بالفيروس وهي مشتركة مع شركة محاربة الفيروسات. اعتذر ليها جراند وقال ليها بلي عندهم شوية ديال المشاكل في النظام، وقال ليها اللي غادي نقول لك عملو باش ما يتمسحوش لك البيانات ديالك ويتحل المشكل اللي قال ليها كتعملو. من بعد جراند قال ليها بلي غادي نسرد لك 500 دولار كتعويض على المشكل اللي وقع ليك. قال ليها عطيني رقم الحساب ديالك فاش نسرد لك الفلوس. سردت له باركر رقم الحساب اللي هو نفس الحساب ديال الجمعية الخيرية ديالها، سرد ليها المبلغ ديال 50,000 دولار. وهنا جراند اتصل بباركر قال ليها سردت لك الفلوس بالزايد بالغلط، طلب منها ترجع له الفلوس اللي سردهم زايدين ولا غادي يجريو عليه من خدمته. هي نيشان وافقت بلا ما تفكر، فتحت باركر الحساب الجمعية الخيرية، كتبت الكود. هنايا كيبان بلي في الحساب 2 مليون دولار ديال التبرعات. باركر بغات تعمل الخير وصردت فلوس لجراند، ولكن هنايا الصدمة، الفلوس كاملة اللي في الحساب ديال الجمعية الخيرية رجعت لحساب جراند. هنا طلعت مع الحرارة، الفلوس مشات على المعلم. بغات تهضر مع جراند باش تعرف شنو هو المشكل، واش غادي يجاوبها؟ طبعا لا. تصدمات ما فهمت والو. في جهة أخرى جراند كيحتفل مع صحابو، الفلوس كالروز. غادي تعرفو بلي جراند الخدمة ديالو هي النصب في الانترنت اللي جا كينصب عليه. جا الليل ومشى آدم للدار ديال باركر لحساب العشاء اللي عرضاتو. مع وصل جبر الباب مفتوح، دخل هو يبان ليه الفردي في الأرض، وكتبان ليه باركر ميتة فوق الكرسي. وهنا غادي تبان هاد الشاكوكة اللي هي بنت باركر اسمها فيرونا. قالت ليه يلا انبطح إلى الأرض أيها الأصلع. هنا غادي تعرفو بلي فيرونا خدامة محققة. آدم عرفها وقال ليها بلي بقى فيه الحال على موت الوالدة ديالها. في هاد اللحظة كتعتبرو هو القاتل حيت جبراتو في الدار. جاو البوليس وسلماتو ليلهم، هما يشبروه شوية وهما يطلقوه حيت ما كاينش حاجة كتثبت بلي هو اللي قتلها، حيت فاش عملوا التشريح الجثة بانت بلي باركر قتلات راسها. ومن بعد فيرونا كانت بوحديتها في الدار وهي تشعل البيسي ديال ماما باش تشوف السبب باش ماتت. على الله تجبر شي حاجة. وعلى غد ليه فيرونا طلقت آدم وطلبت منه السماح على داكشي اللي عملت معاه البارح، وشكراتو على الاهتمام ديالو بماما قبل ما تموت، وقالت ليه بلي الوالدة قتلات راسها بسبب عملية النصب اللي تعرضت ليها. هنا آدم سقساها شكون هو هذا اللي نصب عليها. قالت ليه بلي ما معروف شكون هو، خصك تعاون معايا باش نشبروه. هنا آدم ما بغاش يعاونها ومشى للقرع، ما معاش اللعبة هادشي. من بعد صونا آدم على وحدة كيعرفها خدامة مع منظمة سرية. هنا غنعرفو بلي آدم كان خدام مع هاد المنظمة اللي كتخدم مع الحكومة الأمريكية، كيخدمو داكشي سري غير قانوني. تصدمت ملي صونا ليها آدم حيت هو متقاعد من شحال هادي. قال ليها بلي هاد المهمة ديالي مختصة بيا، طلب منها باش تجمع المعلومات على الشركة مكافحة الفيروسات. شوية ديال الوقت وهي تصوني عليه وعطاتو المعلومات كاملة على هاد الشركة. من بعد آدم مشى للبلاصة ديال الشركة هايز مع 2 البرامل ديال ليسانس. الله يحفظ باينة غيرونها. تلاقى ب2 العساسة ما خلاوهاش يدخل، هو يدير لهم داك اللعيبة ديال كان هنا ودخل قال لهم كلشي خرج راه غادي نرونا هنايا. بدا كيكب ليسانس على البلايص كاملين، كلشي بدا هربان. هو يجي جراند مع الحارس ديالو، ما بغى يزرب عليه واحد قال ليه القرا ما كتعرف والو، هو يضرب ليه راسو مع الطبلة وغيبو. كمل على اللي باقي غير بالضحك. وجراند بقى مصدوم من داكشي اللي كيشوف وما فهم والو. هو يسول علاش كتعمل هيدا، قال لي ادم انا كنربي العسل وكيعجبني نجري النحل من العسل. جبد القنابل وثبتها وربطها مع التليفون ديال الشركه. قال لي غير غادي يتصل شي حد في الشركه باش تنصبوا عليه وهي غادي تشعل العافيه وغادي تفرقع هادشي هذا. كلشي هرب قبل ما يموت. هنا جراند معاه هرب مع صونا شي واحد للشركه ويتشتت كلشي ويتفرقع. راح الغالي راح. من بعد صونا جراند على مول الشركه اللي اسمه دريك وعاود ليه شنو وقع كامل. قال لي ما كنعرف حتى حاجه على مول الفعل من غير انه كربي النحل. هادشي اللي قال ليه. حتى الكاميرات تحرقوا وما كاين حتى دليل لشكون اللي حرق الشركه. هنا دريك تعصب وقال لجراند هذا باين شي واحد باغي ينتقم منا. قال له قلب على الناس اللي نصب عليهم في الايام الاخيره. شويه دريك صيفط عصابه اخرى لجراند، مشاو مع البيت باركر حيت هي اللي نصبوا عليها المره الاخيره بمبلغ كبير، تكون اكثر وحده باغيه تنتقم منهم. وبالصدفه شافوا ادم ماشي في الطوموبيل ديالو للخزين، تبعوه دغيا باش يقتلوه. ملي دخلوا للخزين جبروا خاوي، اما ادم كان عارف بلي تابعيننا باش يقتلوه. بدا كل مره تيبان ليهم اتجاه، بدا كيعمل لهم خاويه في عامره حتى صفاها ليهم كاملين واحد بواحد. وبقى غير جراند ما بغاش يقتلوه، شبرو وقطع ليه صبعو. ومشى شويه ديال الوقت هي توصل فيرونا مع البوليس، شافت الخزين تحرق كامل وجبرت بطاقه الهويه ديال جراند. عطاتو مدير شركه مكافحه الفيروسات. رجعت فيرونا للبيرو وقالت لصاحبها بلي ادم اللي كان في الخزين، وجراند والعصابه ديالو مشاو تما باش يقتلوه.
وهنا بان ليها بلي ادم هو اللي فرقع الشركه. في جهه اخرى كيبان جراند في طوموبيلته اتصل بدريك وقال ليه بلي ادم قتل العصابه كامله اللي صارده باش تعاونو وقطع ليه صبعو. شويه هو يظهر ادم كيربط جراند في طوموبيلته، قال ليه انت باقي ما كتعرفنيش مزيان، هو كسر هذاك الطوموبيل طاروا هو وياه في السما بحال المظله ديال فري فاير حتى طاحوا في البحر. هنا هز التليفون ادم ديال جراند، عرف بلي دريك كان تيسمع شنو واقع، وقالو ادم لدريك غادي نصفيها لك حتى انت كيما صفيتها لهذا، وقطع ليه في وجهه وركب في الطوموبيله ديال جراند ومشاو. من بعد دريك مشى عند باباه اللي اسمه ويلاس، بدا كيعاود ليه كلشي اللي وقع. تصدم باه فاش سما مربي النحل. انا غادي نعرفوا بلي باه ديال دريك مسؤول سابق في المخابرات الامريكيه وعارف الخطوره ديال منظمه مربي النحل، وتيشرح لولدو بلي هاد ادم خطير وما معاش اللعب. من بعد بابا اتصل بام دريك اللي اسمها جيسيكا. هنا كيبان لينا بلي ماما ديال دريك رئيسه ديال امريكا. بدا ويلاس كيعاود لجيسيكا شنو واقع لولدو. جيسيكا قالت ليه رد ليه البال مزيان وحميه، انت هو الاب ديالو. من بعد ويلاس صانع على هاد البنت اللي هي مسؤوله على منظمه مربي النحل، قال ليها بلي كاين واحد من الرجال ديالكم اسمه ادم كيهدد الحياه ديال ولد رئيسه امريكا اللي هو ولدي. قالت بلي ادم تقاعد شحال هادي وما بقاش من المنظمه ديالنا. قال لها شوفي كيفاش غتعملي دبر راسك، غادي نمشيو لمركز التحقيقات الفيدرالي. كتبان لينا فيرونا والصديق ديالها اللي اسمه وايلي كيقلبوا على المعلومات على ادم في قاعده البيانات. الله يجبروا شي حاجه، ولكن ما جبروا حتى حاجه على ادم. وهنا اكتشفت فيرونا بلي ادم كان خدام في العسكر قبل وكيخدم مع منظمه سريه. هنا اكتشفوا بلي البوليس لقاو الجثه ديال جراند في البحر ومشاو كيطيروا تما البحر، وتصدموا ملي شافوا الجثه ديال جراند والصبع ديالو مقطوعه. جا الليل وكان ادم جالس في طوموبيلته وجات واحد الطوموبيله من وراه وضرباتو، ونزلت من الطوموبيله واحد الخيتيم من منظمه مربي النحل اسمها اندريس، وهو يبدا الحرب بينها وبين ادم. ما كاين غير عطيني نعطيك، الله يعطيك الصحه. وهي تجي واحد الطوموبيله ديال البوليس عندهم وهي ضربه اندريس وفرقعاتها حتى ماتوا اللي فيها كاملين. هنا ادم تعصب، هو يعطي قاتله ديال عصان اندريس، قال لي انت باقي ما كتعرفيش القرا على الساوي. اندريس تعصبت ومشات جبدات داك المدفع اللي عندها في الطوموبيل وبدات كضرب حتى رونات تيجيها كامل اللي حداها. هنا ادم رمى عليها واحد اللعيبه ديال العسل وشعل فيها العافيه، قرب عندها وقطع على الصبع ديالها حتى هي وعملوا في ميكا، ودا السوارز ديال الطوموبيل من عند واحد الخدام تما. ادم غتحرك من تما وهي تفرقع ديك البلاصه كامله. شويه هي تصوني ديك ختنا اللي مكلفه منظمه مربي النحل على ولاص، عاودت ليه كلشي بلي ما قدروش يقتلوا ادم وكاع اللي خدامين عندها في المنظمه خايفين منه حيت عارفين بلي ما غيرحم حتى واحد فيهم. اعتذرت منه حيت ما تقدرش تعاونو مره اخرى. هنا ولاص يتلاقى شي رجال اللي هما عصابه كانوا جنود قدام في البحريه وعاود لهم شنو واقع، قال لهم بلي المطلوب هو نقتلوا ادم. هنا ادم وصل للخزين ديال اندريس اللي قتلها اليوم، استخدم البصمه ديال الصبع اللي قطعها ليها وفتح به الخزين، ودخل استخدم البيسي ديالو قلب على المعلومات ديال الشركه فحت الفيروسات، واخيرا عرف البلاصه الكبيره ديال الشركه فين جا. هنا فيرونا تلاقت مع رئيس ديال مكتب التحقيقات الفيدرالي كتعاود ليه الاحداث اللي وقعت مؤخرا شنو وقع لشركه مكافحه الفيروسات. قالت بلي ادم هو السبب ديال هادشي كامل وكان خدام سابق في منظمه سريه. قالت ليه بلي هو دابا منوض الحرب مع الشركه ديال مكافحه الفيروسات وكينتقم منه، وخصهم يوفروا الحمايه لهاد الشركه حيت غادي يهاجم على مقر الشركه وغادي يدمرها. وافق المدير التحقيقات على الطلب ديالها وقال لها اي حاجه وقعت جديده علميني بها. هنايا كيبان لينا شي العسكر قدام الباب ديال الشركه ديال ديريك، قرب عندهم ادم وقال لهم سيروا من هنا باش ما يتأذى حتى واحد فيهم، راه باينه تنوض شانشيط. ما فهموا والو. الرئيس ديال العسكر قال لهم اعتقلوه، هو يزرب عليهم، عطى هذا ضربه وحده هو يغيبو 10 ثواني ما خسرهاش معاهم كاملين. هو يدخل الشركه مشى نيشان البلاصه ديال المدير، هما يدخلوا داك العصابه اللي تلاقاهم ويلاص قال لهم بلي بغينا نقتلوا ادم. بداو كيضربوا على ادم وهو كيهرب من بلاصه لبلاصه. هنا ادم استخدم داك التقنيات ديالو بدا كيصفيها من واحد لواحد، ما فهموا والو توصل لواحد الخينا اللي اسمه بيتسيز اللي هو رئيس العصابه. ما كان غير عطيني نعطيك، في الاول تيبان صعيب وفي الاخر صفى عليه حتى هو ما فهم والو. هنا ادم شد المدير ديال الشركه بدا يعطيه في الحلوى، راكم عارفين. قال له شكون هو مول هاد الشركه. انايا المدير شاف القرا واقف ليه فوق راسو ما بغاش يمشي في حاله وكيعطيه ياكل في الحلوى، ما بقى له حتى شي حل. هو يوري له الصوره ديال ديريك قال له ولكن ما كنعرفوش فين كاين. في نفس الوقت دخلت فيرونا هي والعسكر ديالها، هو يهرب ادم قبل ما يشوفوا شي واحد. صدمات فيرونا فاش شافت الصوره ديال ديريك مع رئيسه امريكا وهي ترجع بحالها للبيرو ديالها، واتصلت بالمدير ديال التحقيقات وهي تقول ليه بلي شركه مكافحه الفيروسات ديال رئيسه امريكا وبلي ولدها كيستغل الشركه باش ينصب على الناس. هنايا جا واحد الاتصال لولاص وصلوا ليه الاخبار شنو وقع. هو يطلب من ولدو ديريك يمشي عند الوالده ديالو حيت تما الحمايه، حيت هنايا خطر عليه، عندك يقتلوا ادم حيت دابا ادم عارف بلي ديريك هو مول الشركه. هنا تيبان بلي ديريك مع الوالده ديالو في الدار، والدار كامله محروسه حراسه مشدده من جميع الاتجاهات. مع ديريك كاين واحد الرئيس ديال واحد العصابه من امريكا الجنوبيه اسمه روس
حيت كلفو ولاص يحظي ولدو من اي خطر يقدر يوقع ليه. في الوقت اللي كانت عامله جيسيكا حفله كبيره، هنايا ادم كيبان لينا خارج من القادوس وهو لابس الحوايج ديال البوليس، بدا تيدوز حتى الطونوبيرات ديال البوليس وتيلصق فيهم القنابل اللي جاب معاه، حتى دخل الدار بلا ما يشوف حتى شي واحد، ومشى لواحد البلاصه خاويه وبدل الحوايج ودخل مع الناس في الحفله عادي بحال اللي اي واحد معروض. هنايا تيبان لينا بلي المدير ديال التحقيقات مع ديريك والام ديالو في البيت، كيعاود ليها شنو كيدير ولده ديريك وكيفاش كينصب لها بنادم من الشركه ديالو. فاش كتقول له علاش كتعمل هادشي هذا راه غادي تخرج علينا وكطيح من السمعه ديالنا، قال لها الا ما كنتش عملت هادشي هذا كاع ما تكون رئيسه دابا، حيت بهاد الفلوس باش نجحتي في الانتخابات ورجعتي رئيسه. في هاد الوقت كانت فيرونا مع البوليس بالصدفه وهي تشوف ادم وهي تعلم البوليس، وهنا تجمعات العصابه مع البوليس كلشي تيقلب على ادم، يقولوا فين مشى هذا ما عرفوا والو، من جميع الاتجاهات تيقلبوا من هنا ومن هنا حتى داروا به وشدوه في الوسط. ولاص قال الرئيس العصابه يقتل ادم، ولكن ادم صدم كلشي. باش نظركم غادي يصدمهم؟ اييه، بديك القنابل اللي كانت تلصق في الطوموبيلات ديال البوليس بداو كيتفرقعوا وحده بوحده، هو استغل هاد الفرصه وهرب، وفي اي اتجاه تيجي شي واحد كيصفيها له ما كيعطلوش. لا تنقول لكم بلي هاد القرعه هذا ما معاش اللعب، هاد تشوف هاد الوجه هذا هرب المعلم هرب، بدا كيطير بكلشي بالخضر باليابس. هنايا هو يلحق عليه روس، ضرب ادم بالموس، واخا هيداك دالو داك الموس ادم واقيلا باقي ما عاودولكش على القرعه اش كيسوا واقيلا، على ارا برا ما كايناش تنشط، هاك شد هادي زيد هادي كمل هادي الله يعاون سلم راسك للحياة. وبدا كيتقب فيه بحال شي باغرير حتى قتلو. هنايا جيسيكا قررت بلي ولدها غادي يتجبر الحبس بسبب هادشي اللي عمل. ديريك ما بغاش يمشي للحبس وما عجبوش الحال، هو جبد الفردي ويضرب داك مدير التحقيقات اللي جا وصل الهضره وقتلوه. هنا ادم دخل عليهم، ديريك ما جبر ما يعمل، هو شبر مو وحط الفردي على راسها باش ما يقتلوش ادم. في نفس الوقت دخلت فيرونا وكتطلب من ادم يستسلم، ولكن ادم ما داهاش فيها، هو يضرب ديريك بالفردي على الراس وهو يموت. ديريك تي من الشرجم، ما بغاتش فيرونا تتابعو، تعرف ادم كينتقم الموس ديال ماماها. هنايا وصلنا لنهاية الفيلم. إلا عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وتسنى شي فيلم فرقع.